رأيك لو تبدأي معايا تحدي عام 2025 وهو تحدي حفظ سورة البقرة؟ طبعا مفيش أحلى من كده تحدي نبدأ بيه السنة الجديدة، وده هيبقى تطبيق عملي على ازاي نعمل هدف ذكي قابل للتحقيق. كنا في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ازاي نحط السمارت جولز اللي هي الاهداف الذكية اللي بتكون قابلة للتحقيق، وقلنا ان ليها معايير 5، وهي انها تكون محددة وتكون قابلة للقياس ومرتبطة بوقت ومرتبطة بيا وتكون واقعية. ودلوقتي بقى انا هعمل لك تجربة عملية عشان تفهمي ازاي بالظبط تقدري تحطي الهدف بطريقة ذكية. بس قبل ما نبدأ حابة اعرفك بنفسي، انا منى ودي قناتي تعالي نشرب شاي. لو القناة افادتك وعجبتك ياريت تعملي لايك عشان بيشجعني جدا، وتسيبي لي كومنت كويس، وتعملي سبسكرايب وتشتركي في القناة عشان يوصلك اي فيديو انا بنزله. يلا بقى هاتي حاجة دافية تشربيها وتعالي معايا. مهم جدا ان احنا يكون عندنا تحدي للسنة الجديدة، وبصراحة انا لما قعدت فكرت مع نفسي ما لقيتش احلى من اننا نحط هدف سامي وجميل زي ان احنا نحفظ سورة البقرة. ومهم جدا ان احنا قبل ما نحفظ اي سورة في القرآن سواء سورة البقرة او اي سورة تانية ان احنا نفهم معناها بشكل عام. لو هتقري كتاب انا رشح لك جدا كتاب اول مرة اتدبر قرآن. كتاب ممتاز جدا، هو مش بيتكلم بمعنى تفصيلي للآيات ولكن هو بيديك المعنى العام للآية. او ممكن تسمعي فيديو لأي شيخ انت بترتاحي له على اليوتيوب وهيفهمك برضك المعنى العام لسورة البقرة. مهم جدا ده علشان لما تيجي تحفظي تبقي بتحفظي عن فهم. لو انت حافظة سورة البقرة ممكن تدخلي معانا التحدي بسورة آل عمران او بأي سورة تانية انت حابة تحفظيها وتطبقي نفس الخطوات. ولو في اي جزء من القرآن انت حافظاه ياريت نعمل له يوم مخصص في الاسبوع للمراجعة، ونعمل له جدول المراجعة علشان يثبت معانا وما ننساهوش. وطبعا انا مش محتاجة اقولك عن فضائل سورة البقرة. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها في احاديث نبويه كتير ان احنا لازم نقراها، لان هي بتحمينا من سحر، من حسد، من اي شر ممكن ان انت تتعرضي له. كمان بتهدي النفوس جدا وبتريحك، يعني انت ما بتقريها بتحسي ان انت مرتاحه. وكمان بيوجد فيها آية الكرسي اللي هي أعظم آية في كتاب ربنا. وحابة أنبه على حاجة يا جماعة، أنا مش شيخة ولا متخصصة، ولازم نرجع لمتخصص وشيخ أو داعية أنت بترتاحي له تسمعي التفسير الكامل منه علشان تفهمي بشكل أوضح. أنا بس هديكي نبذة بسيطة، وانت بعد كده لازم ترجعي لحد برضك وتفهمي المعنى بشكل اوضح منه. والمعنى العام هنا لسورة البقرة هي استخلاف البني ادم في الارض. وربنا ادانا 3 نماذج وهما الكافرين وهي قصة سيدنا ادم مع ابليس، والمنافقين وقصة بني اسرائيل، واللي هي التجربة اللي كانت ناجحة هي قصة سيدنا ابراهيم عليه السلام. وكمان ربنا حدد لنا المنهج اللي هنمشي عليه في حياتنا، سواء زواج، طلاق، فطام، اي حاجة تخص حياتنا ربنا حددها لنا في سورة البقرة. حتى الصلاة، الصيام، كل حاجة ربنا حددها لنا في سورة البقرة. ودلوقتي هنعمل خطة عشان نحفظ سورة البقرة على مدار العام. سورة البقرة حوالي 49 صفحة، لو قسمتيهم على 12 شهر يبقى المفروض الشهر معاكي 4 صفحات، يعني بمعدل صفحة واحدة في الأسبوع. احنا ممكن نقسم الصفحة دي على يومين في الأسبوع ماشي، وتقعدي تخصصي اليومين ليها، بس أنا بفضل إن احنا نقسمها على 4 أيام، يعني بمعدل كده 3 آيات كل يوم. لسببين: أولا عشان أبسط الهدف على نفسي فما كسلش، وتاني حاجة عشان عايزة أتدبر الآيات بالتفصيل قبل ما ابدا حفظ. يعني انا فهمت المعنى العام للسوره، ولكن مهم جدا ان انا برضك افهم المعنى التفصيلي لكل ايه انا بحفظها، ما بقاش انا بس بردد وخلاص. وهنا هنصحكم بابلكيشن اسمه القران الكريم حفظ وتسميع. انت لما بتضغطي على الايه مره الشيخ بيقرا، وممكن تغيري صوت الشيخ براحتك من الابلكيشن، ولو ضغطتي مرتين على الايه بيطلع لك التفسير التفصيلي للايه دي. فهو ابلكيشن كويس جدا هينفعك في الناحيتين، في التدبر وفي الحفظ. طبعا لازم نقرا قراءه صحيحه وراء الشيخ او محفظه. ممكن تستخدمي اليوتيوب، ممكن ان انت تختاري اي شيخ انت بترتاحي له عن طريق اليوتيوب او عن طريق الابلكيشن اللي انا قلت لك عليه، او لو هتحفظي مع محفظه عن طريق بردك النت، او عن طريق ان انت هتنزلي المسجد يعني تحفظي مع محفظه. براحتك خالص، اعملي اللي انت عايزاه. وكده اكون قدرت اوضح لك ازاي تحطي هدف ذكي قابل للتحقيق اللي هو السمارت جولز اللي انا كنت اتكلمت عليه في الفيديو اللي فات. يا ريت لو ما شفتيهوش ترجعي تشوفيه عشان هيفيدك جدا. اللي هو يكون محدد وقابل للقياس وواقعي وذو صله ومرتبط بوقت. وهنا احنا لما عملناه محدد حددنا سوره البقره. وقابل للقياس انا قادره احدد كل يوم اذا كنت حفظت ولا ما حفظتش وحفظت قد ايه. واقعي وان احنا بسطناه لحد ما بقى 3 ايات، فده شيء واقعي جدا وقابل للتحقيق. وذو صله اللي هو مرتبط بيا طبعا لان انا مسلمه، وهيساعدني جدا في الجانب الروحي، ومرتبط بوقت واحنا قلنا مدته العام.
نصيحة اخيرة هنصحها لك، بلاش تتكلمي كتير عن الاهداف اللي انت حابة تحققيها. ممكن تشاركيها مع حد ليه نفس اهتماماتك، بس بلاش تتكلمي كتير، لان مش بعيد خالص عن الحسد او الكلام ده. طبعا الحسد مذكور في القرآن، ولكن كتر الكلام في الهدف بيخليكي تفقدي حماسك ليه اصلا بعد كده. تمام. اللي هيبدأ التحدي معايا يكتب تحت في التعليقات انه خلاص هيبدأ، ونشجع بعض يا جماعة، وان شاء الله بإذن الله تكون سنة سعيدة علينا جميعا، وتكون سنة خير علينا. وما تنسيش طبعا أدومها وإنقال. ولو عجبك الفيديو تعملي لي لايك. باي.